السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير صحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم في قناة عالم ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طنجية بالعنقرة ديال الغلمي. فايت لي شاركتها معكم بالعناق دبيبي، فايت لي شاركتها معكم بالتوابع ديال البقرة. اليوم ان شاء الله نشاركوها ب هذا. لا عندي هنايا واحد 3 اطراف ديال العنقرة ديال الغلمي، غادي نديرهم هما الاولى. بسم الله. غادي نزيد عليهم واحد قياس هذه راس ديال الثومه هي منقيه ناضيه. هنا عندي واحد معلقه كبيره ديال الكمون، راه كما بان لكم ما مطحونش مزيان، راه غير قرشلته، ما بغيتش نديرو صحيح ولكن هي دقيتو هكا شويه في المهراز العود قياس معلقه. عندي هنا واحد طامه الزعفران الشعره، ماذا بيا يكون الزعفران الحر وانما الغالب الله. عندي غادي ندير هنا المصيره، فايته شاركتو معكم، فايت لي شاركتو معكم هاد المصيره، كنزول داك اللب ما عندي لاش. وغادي ندير هاد الطرف هذا، غادي ندير قياس معلقه كبيره ديال السمن. هذا راه صوبتو على يدي كيجي غزال، حدو كيبقى هو كيطول هو زيان. هو معلقه كبيره. من بعد ما درت معلقه ديال السمن ندير واحد شويه ديال الزيت، هي ماذا بكم زيت العود، ولكن الغالب الله ما تصابتش عندي، درت زيت المائده ماشي مشكل. غادي ندير نمرقها، هذه ما كتقلى ما حتى حاجه، يعني نمرقها مباشره ونسد عليها حتى تشوفوا معايا ان شاء الله الشكل النهائي ديال الطنجيه. هي درت الماء سخون، راه غطيت اللحمه كما بان لكم، غنشعل عليها دابا الطيب تاخذ حقها في الطياب، طيب اللحمه مزيان وغادي توقف في المريقه ديالها. هي من بعد ما طابت نتوما كيبقى لكم اختيار، بغيتوها واقفه في الزيت ديالها غادي تخليوها تنشف شويه، بغيتوها بحال هكا ملبيه تكتفيو بهاد المريقه هكا ملبيه، يعني ماشي شي. واللي بغى يطيبها يعني في الدار هكا في كوكوط يطيبها، واللي بغى يديرها في طنجيه ويصيفطها للفران وحتى في الدار جات غزاله. ماشي جيتكم واحد المذاق وواحد الريحه، راه لا عطريه لا حاجه كما شفتوا. هذا الكمون وديك الطامه ديال الزعفران والمصير والسمن والزويته، ومن الاحسن الملحه واياك شي حد زعما ديروا فيها الملحه، واياك المصير والسمن في الكفايه. ندوز معكم ان شاء الله للتقديم. هي راه طايبه الزبده، راهي كندير مرات تبارك الله اللحمه راها طايبه. ما درت لها التزيين حتى حاجه، نتوما لكم الاختيار، اللي بغى يدير اللوز او يدير الزيتون لكم الاختيار. هي بزاف كتواتى مع اللوز مقلي. خليت شويه ديال لاصوص على ود الدراري، نتوما لكم الاختيار. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وبالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.